حبايبي النهارده هنعمل مع بعض شاورما الفراخ بطريقه بسيطه جدا جدا، الشاورما السوري، وطعمها حلو قوي قوي ورهيبه، وكل مكوناتها يعني متوفره عندك وهتعجبك في الطعم وهتغيير عن الاكل المعتاد. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انتوا اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو والوصفه. اول حاجه كده انا عندي صدور البانيه ديت، بصي هقطعها، هو الصدر سليم زي ما انت شايفه، فانا هقطعه بالشكل ده. يعني هاخد الصدر كده اهو وهقطعه لقطع رفيعه جدا رقيقه، بحيث ان هي تديني نفس الشكل اللي احنا بنشتريها من عند الراجل. مش هقطعها بالطول، لا انا هقطعها بالشكل ده، لان هو لما بيقطعها لي بتبقى عامله كده اهو. تمام. اول حاجه كده هاخدها، انا حاطه هنا حوالي 3 معالق كده اهو من الزيت في صينيه كبيره. انت ممكن تعمليها في طاسه حسب بقى، بس انا عشان كنت عايزه الصينيه بتاعتي كبيره، انا ما حطيتش عليها اي توابل نهائي زي ما انتوا شفتوا كده، ورصيتها في قلب الصينيه وقلت على ما تفقد السوائل اللي فيها وتتشوح اكون قطعت الخضار. هنا بقى عندي فلفل رومي على فلفل حامي، برضو انا وريتكم انا بقطعه ازاي بالشكل دوت اهو كده اهو 4، وبقطعه بطريقه بسيطه كده، وحابه يكونوا صغيرين، يعني يكون التقطيعه صغيره. تمام. وعندي هنا بقى البصل، برضو هقسمها كده اهو الاتنين، وهقطعها البصل جوليان رفيع بالشكل ده. يعني مش صعب خالص، مفيش اي حاجه صعبه في الوصفه، وفي نفس الوقت هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا، وما تبلتهاش من قبلها ولا اي حاجه، انا عاملاها قدامكم اهي. هنا بقى عندي معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من البصل البودر، معلقه من توابل الفراخ، معلقه من الزعتر، معلقه من البابريكا، معلقه من 7 بهارات، معلقه من الملح، وايه تاني يا ربي، ومعلقه من الخلنجان. عايزه اقول لكم الخلنجان بيدي طعم حلو جدا جدا في الشاورما بتاعتي، وبيخليها لذيذه قوي قوي. بس انتوا جربوه، على فكره بيتباع عند اي عطار وبسعر بسيط خالص، مش لازم تشتريه، يعني مش من التوابل الغاليه. تمام. بعد ما نزلت البصل على الشاورما بتاعتي شوحته معاه، رحت نازله عليه بالتوابل وشوحتها معاه كويس جدا. بعد كده بقى رحت نازله عليهم بالطماطم، برضو كنت مقطعه كده طماطمايه واحده بس رفيع، صغنونه يعني، فشوحتها معاهم. بعد كده نزلت عليهم بالفلفل. وهنا كانت الشاورما بتاعتي خلاص جهزت، وكنت محمره بطاطس برضو اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هنا بقى لما خلاص الشاورما كانت جهزت معايا، نزلت عليها بشويه كده من الجبنه الموتزاريلا. ده كان بصراحه ميكس جبن شيدر على موتزاريلا على رومي، قلبتها برضو معاها، وانا بستخدم نوع الحمد. اوكي. جبت بقى هنا عيش السوري دوت اللي انتوا شايفينه دوت، او عيش تورتيلا براحتكم، العيش المتوفر عندكم، بس العيش السوري بيدينا نفس الطعم اللي بتبقى متوفره عند الراجل. هنا حطيت شويه كده من الشاورما، واروح حاطه بقى عليهم كام واحده كده من البطاطس، بحيث تبقى زي اللي احنا بنشتريها من بره. وهننزل عليها بقى بصوص، اي صوص بقى انت تحبيه. انا بصراحه حطيت صوص كاتشب وصوص باربيكيو، وكان طعمه حلو. او قفلت بقى الساندوتش كده اهو، وجبته بقى هنا في نفس الطاسه اللي كنت عامله فيها الشاورما بتاعتي، ما غسلتهاش ولا اي حاجه، حمرته كده على جميع النواحي، وكان بالشكل البسيط اللي انتوا شايفينه دوت، وكان طعمها خطير جدا جدا. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم، واتمنى لو انتوا جربتوها ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واشوفك في فيديو جديد.